بسم الله بدينا، والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كان الحبق والسوسن في حجر نبيل عدنان عليه أزكى الصلاة والسلام. هذا يا سيدي باشا مدينة فاس سميتو ولد البغدادي، كان معروف بذكائه وفطنته وبعد النظر في أمر حكم الناس. في يوم من الأيام كان جالس ولد البغدادي في محكمته كينظر في أمور الناس وشكاويهم، حتى كيسمع مرا كتغوت وكتطلب يستقبلها. بدا الباشا يهدأ فيها وطلبها تعاود ليه بالتفصيل اشنو وقع. قالت ليه انا سيدي كيف ما كتعرف نقافه كنكري الذهب من عند العائلات ونزين به العريسات في عرسهم. البارحه سيدي كنت راجعه من عرس في نص الليل، غلبني العيا والنعاس، جلست على عتبة واحد الدار باش نرتاح. قطعها الباشا وقال لها فين؟ قالت لي في الاخر عقبة زنقة رطل حدا سيد الغالي، وغلبني النعاس وغفلت شويه، ومني فقت قلبت على الرزمه اللي فيها الذهب، كانت على وجه قفتي وما لقيتهاش، وهي تبكي وتغوت. خداو لي الرزمه يا سيدي باللي فيها كيف ندير نرد الامانه للناس. منين جاني يا سيدي باش نرد؟ سولها الباشا شفتي شي واحد تابعك؟ لا سيدي الزنقه كانت خاويه. واش كتشكي في شي حد؟ لا سيدي ما نظلم حد. ايوا سيري دابا لدارك حتى نعيط لك. في هذاك النهار مع العصر امر الباشا باش يسرجوا البغله ويقادوا الموكب اللي ينقلوا من دار المحكمه ويمشي به زنقه رد. سبقوه المخازنيه حتى حلوا الطريق. ايوا من يوصل المكان نزل من فوق البغله وبقى يشوف ويتمعن شويه، هو يشوف واحد المسيد كان تما واقف الفقيه، سلم عليه والفرحه ما قاداه حيت باشا المدينه زار مسيدو، وفي نفس الوقت الخلعه قالت له لا يكون دار شي حاجه غضبت الباشا منه. ايوا طمئنوا الباشا وسلم عليه وبرك حداه وعطاه شي بركه من الفلوس، طلب منه يقراو الصبيه الفاتحه على روح باه. وبين ما الصبيان كيقراو قرب منه الباشا وهو مسليه في ودنه. غادي تسرح الصبيان وتبقى في المسيد، تسنى اول واحد يجي عندك يسولك علاش جيت هنا، خبرني بيه وقول لي بلي جيت باش يقراو الصبيان الفاتحه على روح با. ايوا من وراها رجع الباشا للمحكمه مع الموكب ديالو وهو متاكد باللي كلشي عرف بالزياره ديالو. في العشيه يا سيدي مشى الفقيه لدار الباشا وفتح ليه الباشا بنفسه. خبروا الفقيه باول شخص دخل عنده وكان واحد من عيال المدينه، وطلبوا الباشا يحفظ السر وكلامهم يبقى بيناتهم. وعدوا الفقيه باللي ما غادي يخبر حتى حد باللي وقع. ايوا خرج وسلم عليه، بادلو الباشا نفس السلام وعاتبو حيت ما كيجيش يزور، وطلب منه يجي عنده هو وجماعته. وكان بين الجماعة الراجل المشبوه اللي بلغ به الفقيه. مع العشية جات الجماعة لدار الباشا، رحب بيهم وأمر تحت آتاي، بسط معاهم بالحديث حتى استأنسوا. مني حضر آتاي طلب الباشا من الراجل المشبوه يعطيه جوزته طابة اللي كيملكها، مدها ليه وهو فرحان، وعطاه السدادة اللي تشبه مرود الكحل. هو منها فوق ظهر يدو شمها وهو يعطس، عطسه هزت المكان. حمد الله وكل شي رد من وراه، رحمك الله. شكر الباشا الراجل المشبوه وفي غفلة حط الكوزة تحت الركبة وشغل الجماعة بالحديث. وكان متفق مع مخزني سميتو ولد عتروس باش يتظاهر بلا هو حط شي حاجة حتى الباشا وياخد الكوزة من تحت الركبة بلا ما يشعر به المشبوه. خرج ومشى ولد العتروس يجري بين الدروبة حتى وصل لدار المشبوه، دق في الباب واستنى حتى سمع مرة كتقول ليه شكون؟ قال لها قريبة لالا، جيتك من عند سيدي الحاج بهاد الامانه. حلات الباب بشويه، مد ليها الكوزه وعينيه في الارض، قال لها صيفتني سيد الحاج باش نجيب الامانه اللي جاب البارح وهذه هي الاماره. خرجت المرا يديها وقلبت الكوزه لقاتها تاع راجلها، وفي الحان قالت ليه تسنى واحد شويه.
دخلت وخرجت الرزمة وعطاتها ليه. خداها هي والكوزة ورجع يجري حتى دخل عند الباشا. وقف وأمر الباشا باش يحط الرزمة. في هاد الساعة الحاضرين كلهم يشوفوا. أمر المخازنية يجيبوا النكافة اللي كانت تسنى برا. مني شاف المشبوه الرزمة اتصدم شوية ويشخف من الحشمة والعار. مني دخلت النقافة سولها الباشا: واش هادي رزمتك؟ اياه سيد الباشا. والفرحة ما قداها. طلب منها باش تعطيه الوصاف. ايوا وصفات داكشي اللي فيها وبالتدقيق بحال كتشوفهم. امر الباشا تحل الرزمة ويتأكدوا من الوصاف. حلها ولد العدروس شافها وامر الباشا ترد النقافة. خداتها وهي طايرة بالفرحة. شكرات الباشا ودعت معاه. مني خرجت النقافة كمل الحديث الباشا مع الجماعة بحال ما طاري والو. ورد ولد العتروس الكوزة لبلاصتها تحت رجل الباشا. شدها الباشا وردها للسارق بلا ما يقول لي حتى كلمة من غير انه شكره. ايوا سالا وحديتهم وسلم عليهم واحد واحد وخرجوا. ايوا مني رجع السارق لدارو ما خرج منها حتى خرج ميت القبر. حيت من هذيك الليلة تصاب بالشلل وكان هذا هو عقابه على فعلته. حيت كان الباشا راجل ذكي والبيب كان عارف بلي السارق ما غاديش يخرج قدام الناس من بعد داكشي اللي وقع. ايوا خلاه يعاقب نفسه بنفسه. هنا يا سيادي سالات حكايتي وبقات حكاية وحكمة تداول ما بين الناس.